السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوصفة دي هتفيدك جدا، وصفة حلوة جدا هتفيد كل اللي بيربي فراخ للبيض. بجد يعني من الوصفات الساحرة في إنتاج وزيادة إنتاج البيض وتحسين جودة البيض. لو فراخك لسه ما بشرتش بالبيض، عندك فراخ مربيها ليها 6 7 شهور ولغاية دلوقتي لسه ما بشرتش، اديها الوصفة دي. هتشوفي كام يوم وإنتاج البيض هيبدأ يبشر معاكي. لو عندك فراخك قطع بيض لها فترة، اديها الوصفة دي هترجع بإذن الرحمن هتحمي عنقود البيض تاني وترجع تبيض تاني. لو جودة البيض عندك ضعيفة، يعني مثلا حجم البيضة صغير، الوصفة دي هتكبر معاكي حجم البيضة. لو البيض عدده قليل بالنسبة لعدد الفرخات، يعني بتاخدي من 10 فرخات مثلا بيضتين 3 يوميا بس، ان شاء الله بإذن الرحمن الوصفة دي استعمليها 3 4 ايام هتشوفي زيادة انتاج البيض عندك هيوصل لفين. من الوصفات الساحرة اللي محدش جربها إلا وشكر فيها، وحاجة طبيعية، لا هتشتري دواء بيطري ولا هتشتري دواء بشري، حاجة كده من البيت ومن المطبخ، بس ما شاء الله تجاربها رائعة. قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عاوزة تطلع إن شاء الله بإذن الرحمن كل يوم تلاقي إنتاج بيض قدامك، وتلاقي خير ورزق كده بإذن الرحمن لأطفالك أو لأولادك اللي انت مربية الفراخ عشانهم، أو لو انت بتعملي مشروع عاوزة تطلعي منه ربح، إن شاء الله يبقى فيه إنتاج بيض مستمر عندك بحاجة بسيطة جدا. حاجة بس أكلة من الأكلات الساحرة في زيادة إنتاج البيض. الأكلة دي بنجيبها كتير ومفيدة للأطفال ومفيدة لينا. هي عبارة عن مكونين هنعملهم مع بعض، هيديكي زيادة في إنتاج البيض، هيحسن معاكي جودة البيض، هيكبر معاكي حجم البيضة وهيحسن جودتها، يعني هتبقى كلها غذاء مش بيضة فقيرة. وهنحطها للفراخ لمدة 3 أيام، وحاولي تستعمليها بقى كل شهر كده، حطيها مرتين 3 في الشهر، يعني 3 4 أيام ورا بعض في الشهر، واليومين 3 في الشهر، وشوفي انتاج البيض ما شاء الله. ايه الحاجة اللي احنا بنقول عليها؟ حاجتين بس: البنجر والفلفل الحار او الفلفل الاحمر. ما مش فلفل احمر، المهم يكون حار. البنجر والفلفل الحار هنقدمهم ازاي للطيور؟ هقولك طريقتين تقدميهم بيها للطيور وهتشوفي منهم زيادة انتاج البيض. اول حاجة هتجيب الفلفل العادي بتاعنا، سواء كان احمر او اخضر، المهم يكون حراق، المهم يكون حراق. هتاخدوا منه صباعين 3 مع قطعتين بنجر. زي ما انتوا شايفين انا البنجر ده كنت مفرزاه فخدت منه قطعتين 3. تمام. هنقطعه او هنضربه في الكبة مع بعض كويس، وحطي ممكن معاهم حتة ملح صغيرة، حتة كركم، عشان تزودي بقى الفعالية والقوة بتاعة الوصفة اللي احنا بنقول عليها. الحاجات دي خديها بقى وحطيها قلبيها في اكل الفراخ، اي اكل، سواء اي اكل بتقدميه للفراخ، سواء خلطات زي الخلطات اللي احنا بنعملها عندنا في القناة، او عندك خلطة في البيت بتعمليها، شوية عيش مفتفتاهم مكسراهم صغير وهتحطه لهم. حط معاه 3 4 معالق دول لمدة 3 ايام، وهتشوفي انتاج بيض ما شاء الله. لو فراخك مربياها ولسه ما بشرتش، هتبشر باذن الرحمن بالوصفة دي. مجرد ما تستعمليها 4 5 ايام ورا بعض، لو لسه الفراخ ما بشرتش، هتشوفي انتاج البيض. الوصفة دي فيها حاجتين مهمين. اول حاجة البنجر. البنجر من الحاجات المفيدة جدا اللي هتحسن معاكي جودة البيضة، هتخلي البيضة كلها غذاء، لان البنجر كله فيتامينات، هتزود نسبة الحديد اللي في الفراخ، فبالتالي هتعمل زيادة في انتاج البيض. يعني كل العناصر المهمة لزيادة انتاج البيض هتلاقوها في البنجر. فمجرد ما انتوا هتحطوا للبنجر للفراخ قصدي بنجر 3 4 ايام ورا بعض، كأنكم بتدوا مجموعة فيتامينات وحاجات مقوية لزيادة انتاج البيض. كأنك جبت مجموعة فيتامينات يعني غالية من البيطري من الصيدلية في المكون ده بس، لأن كله حديد، كله مغنيسيوم، في فيتامين جيم، في فيتامين كاف، في كمان بوتاسيوم، فكله عناصر فعلا بتحفز زيادة انتاج البيض وبتزود العناصر في دم الفرخ، فبالتالي يديكي انتاج بيض على طول، لان العناصر اللي كانت ناقصة اللي مش بتخليه ينتج البيض ما شاء الله اكتملت. طيب
الفلفل بقى، الفلفل من الحاجات الرائعة. اولا بتحفز عنقود البيض، يعني لو الفراخ لسه ما بشرتش عندك وعنقود البيض مش موجود او ضعيف جدا، الفلفل الاحمر هينشط عنقود البيض ويحفز عنقود البيض انه يتشكل تاني. او لو الفراخ قطع بيض، الفلفل الاحمر هيساعد عنقود البيض ان هو يرجع يتشكل. ما هو مفيش عنقود، هتبيض منين؟ فلازم يكون في عنقود للبيض، فالفلفل بيحفز تشكيل عنقود البيض. كمان لو في ديدان في معدة الفرخ، الفلفل الأحمر يموتها، لأن الديدان بتاخد غذاء الفراخ اللي انت بتأكله لها. فبدل ما يروح لإنتاج البيض، هو الديدان واخدة الغذاء كله، فما خلاص ما فيش حاجة تروح لمصنع البيض ده عشان تديني بيضة يوميا. فالديدان من الحاجات فعلا الوحشة جدا، اللي لو كترت في معدة الفرخ بتاخد كل الغذاء وبتقطع انتاج البيض، لا اما تلاقي البيض قليل لا اما انقطاع خالص في انتاج البيض. فحاولي ان يكون الوصفة دي معتمدة عندك على الاقل كل 15 يوم، كل شهر حطيها 3-4 ايام. الفراخ بتاعك ما بشرتش بالبيض، اعملي لهم الوصفة دي، وان شاء الله باذن الرحمن هتلاقي على طول الفراخ ابتدت تبشر معاكي. طيب، وحد يقول لي لا البنجر غالي وانا هحط بنجر، ما اكله للاطفال احسن. نفترض ان انت يعني مستخسره تحطيه. الورق البنجر نفسه اللي انتوا شايفينه دلوقتي، ورق البنجر من الحاجات اللي فيها معظم فوائد اللي موجوده في البنجر في الورق ده. جيبيه قطعيه صغير كده بالمقص او بسكينه، بحيث يبقى صغير يقدر يعني ياكلوه بمنقارهم، وقلبيه مع الاكل. برضو اعملي الوصفه دي 3-4 ايام مع بعض، مع فلفلايه حمرا كده ولا فلفلايه حراقه، قطعيها وحطيها للاكل بتاع الفراخ برضو لمده 3-4 ايام. وما شاء الله ورق البنجر كله غذا، برضو نفس الفوائد اللي موجوده في البنجر موجوده في الورق. تمام. اي حاجه خضر للفراخ على فكره مفيده جدا، مش ورق البنجر بس، حتى الجرجير، حتى الخضره اللي عندك كلها من الحاجات اللي بتزود انتاج البيض. دي وصفه رائعه فعلا لزياده انتاج البيض، جربوها واعتمدوها. ولو فراخك لسه ما بشرتش، ابدأي بالوصفه دي، ولا هتشتري ولا هتتكلفي حاجه، حاجات بسيطه بس حاجات رائعه فعلا في زياده انتاج البيض. اتمنى تجربوا الوصفه، واتمنى دايما بيوتكم كلها مليانه خير يا رب، وان شاء الله تستفيدوا بالفيديو، وربنا يملى بيوتنا وبيوتكم كلها خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو انتم معايا لغايه دلوقتي ما تنسوش اللايك، وربنا ان شاء الله يقسم ما بين ايديكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.